ضروري خاصكم تجربوا الرايب بهذه الطريقه في رمضان، تحليه صحيه وسهله وكتجي يا سلام ما تشبعوش منها. اول حاجه في كاسرونه غادي نعملوا يطرد الحليب، نعملوه فوق البوطه، نخليوه حتى يغلي مزيان. في واحد البول جوج ديوغورت بالنكهه الفاني، 5 المعالق كبارين السكر طبعا كيبقى حسب الرغبه، تقدروا تعملوه تقدروا تستغنوا عليه ولا تقدروا تعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما. من يطرد الحليب يغلى غنزيدوا يطرد الحليب على هذا اليوغورت اللي عندنا، نحركوا كلشي مزيان بهذا الشكل هذا. دابا من بعد ما غلى الحليب زيدوه على الخليط اللي وجدنا وحنايا كنحركوا بهذا الشكل هذا. هكذا نكونوا وجدنا الرايب ديالنا. غادي نغطيه بابي فيلم، طبعا تغطى بابي فيلم اختياري، نغطيوه بشي حاجه عندنا فوطه ولا اي حاجه، خليوها غير حدانا هنايا في شي بلاصه في الكوزينه، خليوها اقل حاجه واحد 8 ساعات هكذاك. تقدروا توجدوه مع العصير باش مثلا تسحروا به، توجدوه مثلا في السحور باش تفطروا به بحال هكا. وهذا هو الرايب ديالنا من بعد ما وجد. شويه ديال الفروي سك، ثانيا غنعمل لهم شي شويه ديال البسكوي مهرمش، والثالثين غنعمل لهم شي شويه ديال الفروي بحال هكا. قوم شويه ديال اللوز والكركاع من فوقي، شويه ديال البسكوي، شويه ديال الفروي.